السلام عليكم، حياكم الله جميعا يا اخوان في ردة فعل جديدة. مباراة الهلال والشباب اتوقع بيكون كلاسيكو جدا ممتاز، خصوصا انه الشباب في الفترة الاخيرة مستوياته في تصاعد. اما الهلال صح انه كان يفوز، ولكن مستوياته جمهور الهلال ابد مو مرتاح لمستوى الهلال. ما بطول عليكم، بس قبل ان نبدا اتمنى انك ما تنسى تدعمني بضغطك على زر الاشتراك وزر اللايك وتفعيل جرس التنبيهات. فحاليا خلونا ننتقل للمباراة، فلتس جو يا حبيبي. الشباب والهلال يا اخوان اتوقع بتكون مباراة قوية. اتوقع الشباب عنده شيء يسوي، خصوصا مستويات الهلال الفترة هذه صراحة ما تطمن بخير. لكن الهلال على قول بليهي لا تأمنه الا اذا دخلوا غرفة الملابس. الهلال بكامل نجومه حرفيا تشكيلة تخوف. الوسط نيفيس، سافيتش، المنطقة اللي قدام عندك نيمار، صانع، سالم الدوسري، مالكم والمترو. كراسكو من نوعية اللاعبين المزعجين والله، فأتوقع أنه بيزعج الهلال صراحة في المباراة هذه. كويلار يا كويلار أتوقع مباراة عاطفية بالنسبة له. جماهير الهلال لو جاب هدف كويلار أتوقع ما بتزعلون، صح؟ فما قصر معكم، فخلوه يجيب. الشباب سووها يا اخوان، يا عيني يا البليهي. حلوه، يلا هات مرتده يا اخوان. نبغى حماس، نبغى هدف سواء هنا او هنا عشان المباراه يصير فيها حماس. يلا يا المترو، ما ابغى اقول الاسم الثاني ذاك عشان ما يزعلون الهلاليه. الله يا سالم مقدم مستويات جدا خارقه بدايه الموسم صراحه. بس لو وافقتوا يا الهلاليين ويا اداره الهلال تعيروا سالم 6 شهور للاتحاد عشان كاس العالم، يعني في النهاية مشرفين الوطن، احنا ما بتخسروا شيء، بالعكس تكون دعمتوا ممثل الوطن. خيسوس يا خيسوس صراحة، بخيسوس هو اوكي مدرب وكويس، بس مو مدرب المرحلة الحالية صراحة، مو المدرب اللي المفروض تكون معاه هذه الأسماء اللي حاليا مع الهلال. هذا رأيي الشخصي، رأي متواضع، فما أدري. يلا هذه مرتدة يا الهلال، مرتدة، مشي كورتك، أعطيه على طول. لا يلا، لا تسلل، ما في تسلل، هدف. تسلل. طيب ليه ما حسب من البداية؟ لأنه أتوقع أن تسلل من البداية يا أخوان، تسلل واضح. كراسكو يا أخوان، كراسكو خطير الآن. المحاولة شوت القوية. إيش فيه؟ الله، نعم تسلل بدون اهداف بفرص. نيمار يا نيمار، الى الحين نيمار صراحه مو معطي المأمول منه لجماهير الهلال. هو صح انه ما شارك يعني تقريبا ما ادري والله يمكن مباريتين، وواحده خش بديل شيء زي كذا، بس ما الى الحين يا اخي نيمار لاعب عالمي، المفروض ان لمسته تفرق. الله يا نيفيز. يلا هذه المرتده يا اخوان، مرتده مالكم. لا تضيع، نبغى هدف يا اخوان، نبغى هدف. يلا يا سالم، اعطيني نيمار، حرام عليك. نبغى هدف يا اخوان، نبغى هدف يا هلال، عشان كذا المباراة تحلو. لا يا نيمار، يا عيني، اعطيه. لا هدف. الشباب لم يا ساتر يا ديالو. عشا وتابع كرة القدم السعودية. أعيدوا لنا الشباب. كويلار يا اخوان، كويلار جالس يثبت لكم، يقول لكم كيف تمشوني وتجيبوا سافيتش، ولا كيف تمشوني وتجيبوا نيفيز. يعني معليش اوريكم انا. يلا يا نيمار، يبغون منك صناعة الهلاليين بس. لا ايش السالفة؟ بلنتي. ضربة جزاء يا اخوان للهلال. اوه ماي جاد، وكرت. دقيقة، اي بس مترو هو اللي طالع فوقه في البداية. يرجع للفار يا اخوان، لانه انا ما ادري، انا شايفها كذا صراحة، لانه في البداية هو متروفيتش اللي نزل عليه، بعدين ذاك سحبه معاه. بعد الفار وش بيقول الحكم يا اخوان؟ ما فيها بلنتي، زي ما قلت لكم، واضحة والله واضحة. يا عيني يا نفيز. اوهو، لو كيف ضاعت هذه، كيف ضيعها ذي يا اخوان مالكم. والله يا اعطاه كورة قال له روح سجل، خذ هذه كورة روح سجل. فيها شيء بلنتي، والله بلنتي.
والله بلنتي يا ساتر، دائما ما اعترض يعني. بلنتي واضح، بلنتي واضح اتوقع. اوه والله بلنتي واضح. اتوقع المفروض انه فيها كرت صراحة، فيها اتوقع فيها كرت، انه داخل عليه بقوة. شوفوا عندي احساس يا اخوان انه بيضيعها نيمار. على الفترة الأخيرة نيمار بلنتياته صايرة سخيفة، أبو اللي يحطها بشويش متوقعة، بس إن شاء الله إنه إيش ذي المرة يكون مختلف. أوه والله أقسم بالله يا عيال إني كنت حاس، والله كنت حاس يا اخوان انه بيضيعها. يا عيني ردها مو بالعارضه صح. اوه يا ساتر يا ساتر يا ساتر. مالكم سريع يا اخوان، مالكم سريع. شوف نيمار الجهه الثانيه، حرام عليك. حتى نيمار شوف يقول له اعطني هنا. حرام والله نيمار يا اخوان فكله صح. شوفوا نيمار الله لو اعطى يا عيني. لا يا سعود ما ادري ايش تسوي يا اخوان. انتم مقتنعين فيه يا اخوان يا هلاليين؟ مقتنعين في سعود؟ بتشوفون الظهير اللي فريقكم يحتاجه؟ طبعا لا. وعندما امتهن التدريب بعد ذلك ذهب في طريق يا اخي البليهي ما يترك حركاته، ياخذ كرت اصفر. يعني ليش؟ انا ابغى افهم ليش. يعني لا هي مباراة نهائية ولا نتكلم عن اخر المباراة بتضيع وقت. انا ماني عارف ليش يعني اخذت كرت اصفر وترت اللاعبين على الفاضي. يلا يا الصقور، هذه المرة بس عرض صح، هذه المرة اقول لك، بس هذه المرة عرض صح. يا ولد ايش ذا تعرضياتك كلها ما ادري ايش سالفة ابوها. في هذا المكان الذي يراوغ فيه ويسدد. يا ساتر على الكرة الماء في القائم لا يا كراسكو. فهد المولد اوه صفقة، والله صفقة فهد المولد. وهذه خطيرة للامام الى اوه ما اتوقع فيها فاول يا الصقور، ما فيها فاول يا الصقور، انت اللي طحت. بس كيف سالم ضيعها؟ فيكم شيء يا الهلاليين ولا ايش سالفتكم؟ ما تبغوا تسجلون؟ المدافعين بيسجلوا وانتم ما سجلتوا، ايش سالفتكم؟ يا عيني يا الصقور. كراسكو حرام عليك يا كراسكو، كيف هذه تضيع؟ الأولى حلوة، الثانية حلوة، لكن الثالثة خربتها، طيرتها فوق. يلا يا نيمار خلص. ميشيل والله احس ميشيل هو اللي بيجيب الفوز للهلاليين. والضربة الركنية العالية يا ساتر يا الهد، ما شاء الله تبارك الله. وش ذا يا كوليبالي؟ قسم بالله كأنها برجل. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله عشان لا يجون الهلاليين. لا ما شاء الله تبارك الله. يا ساتر ما اتوقع اصلا في احد طلع معاه الحالة، خش كذا ما ادري كيف خش. الله هدف، خذ صفق لك، اقسم بالله ارتقاء يدرس، والله ارتقاء يدرس. شوف واو ما شاء الله. يلا يا الليوث اعطونا الحين المستوى اللي نبغاه منكم. كوليبالي ما شاء الله عليك يا كوليبالي. فيها تعادل. يلا كراسكو. حلوة يا بنيقة، حلوة. جمهور الهلال ما شاء الله اتوقع بيعبون الملعب الجديد اللي هو بليفارد هول. يلا هذا الثاني المفروض هذا الثاني. ميشيل حلوة يا ميشيل. لا يا نيمار
لا 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 لا، هذه اصلا تضيع حرام، والله العظيم هذه تضيع حرام. والله يا نيمار عطاهم سحبة. ونرجع لميشيل. ميشيل بداها صح واعطى كورة نيمار صح. المفروض على هذا الهدف المفروض تشتركون بالقناة. المفروض انت هلالي والحين مبسوط من الهدف ذا تنزل تضغط اشتراك. المفروض مو عشاني يا اخوان، مو عشاني، عشان الهدف. اتوقع خلاص كذا الهلال خلصها. الشباب يعني حتى لو رجع بيرجع بهدف، اما انه يفوزوا او يتعادلون صعبة صعبة. يا عيني، لا كيف هذه ضاعت يا يا اخوان نيمار مو مكتوب انه يسجل، مو مكتوب انه يسجل. وانتهت المباراة. الف الف مبروك للزعماء الهلال، وهارد لك هارد لك والله العظيم للشباب والشبابيين، صراحة قدموا مباراة خرافية، وفي النهاية اخذوا الصدارة مننا صراحة، ولكن لسه الدوري طويل والفارق بسيط تقريبا. الحين الفارق نقطتين اذا ما خاب ظني. وبس يا اخوان كذا اتوقع وصلنا لنهايه ردة الفعل. اتمنى انكم استمتعتوا، اتمنى انكم ما تنسون تضغطون على زر الاشتراك وزر اللايك وتفعيل جرس التنبيهات. اشوفكم باذن الله بمقاطع جايه وردات فعل جايه. كان معكم احمد وابو اصيل، السلام عليكم.